السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا فيديو كيفية التسميد ونوع التسميد غير التسميد اللي موجود في المنزل. طبعا احنا بفضل الله معانا تسميد كتير، بس احنا النهاردة معاكم هنقول لكم على تسميد وعلى اللي عملناه ان شاء الله عشان نزود الانتاج بتاعنا في محصول الطماطم وما شابه. دلوقتي احنا بفضل الله معانا تسميد البيكي بفضل الله اللي هو المحبب، فطبعا احنا جايبينه او بنستخدمه في الطماطم. زي ما انتم شايفين معانا الطماطم اهو، وطريقة التسميد سهلة جدا يا جماعة، يا دوبك بتتعامل بسيط. طبعا احنا معانا ريحان ومعانا الكلام ده كله، فبرضك بنسمده بالسماد البيكي زي ما انتم شايفين. طبعا هو بيبقى بالجرعة، الجرعة يعني زي ما انت شفتوا كده، يعني نص معلقة او معلقة اكل بالظبط بتسمد بيها. عندي مثلا هنا المانجا نفس القصة، مسمد ولسه زيها. طيب عندي هنا غلة الفشار، الطماطم. طبعا الطماطم احنا بنحضر لها المكان بتاعها زي ما انت شايفين، عاملين شبكة عشان التسلق بتاع الطماطم يعني يبقى جاهز على طول، تطلع الطماطم على التسلق على طول عشان نحصد منها ان شاء الله طماطم. زي ما انتم شايفين احنا عاملين شغل هنا زي نظام صوبة صغيرة، والجنب التاني فيه حضانة للشتلات اللي لسه مزروعة والبذور اللي مزروعة زي كمون، نعناع، فلفل، بتنجان، كل الخضروات بفضل الله. هناخدكم برضك نوريكم وهنقول لكم هناك احنا مسمدين برضك زي كده. والتسميد ده لازم يا جماعة يتم، وطبعا عشان ما ننساش بعد التسميد مباشرة بتدي المية بتاعتك عشان الزرعة بتاعتك تكسب التسميد على طول. زي ما انتم شايفين تدي الري بتاعك بعد التسميد على طول، لان التسميد ده لابد منه عشان يدي معاك نتيجة ايجابية. لان لما تسمد صح بفضل الله ويبقى عندك تسميد ممتاز، طبعا ده زائد تسميد الكمبوست والكمبوست القهوة المائي والكلام ده كله موجود عندنا في الفيديوهات. فاحنا هناخدكم دلوقتي نوريكم المكان اللي احنا عاملينه عشان الشتلات الصغيرة ما تتعرضش للشمس المباشرة، وهناك برضك هنوريكم احنا مسمدين ازاي والشجر بتاعنا برضك. خليكم معايا. وزي ما انتم شايفين برضك احنا هنا لسه في شتلات صغيرة اهو. بصوا التسميد موجود حضراتكم كله اهو. بصوا يعني اللي انبت واللي ما انبتش لسه بنديله زائد المانجا. زي ما انتم شايفين برضك اديناها التسميد بتاعها، وهنا برضك المانجا هتبصوا تلاقي مدينها التسميد. فالتسميد ده لابد منه يا جماعة عشان يكون عندك زراعة فوق المنزل، زراعة سليمة وصح. طبعا احنا هنا زارعين بفضل الله لفت، وزارعين حبهان وكمون، وزارعين نعناع. طبعا ده كله ان شاء الله هنقول لكم طريقة زراعته بس لما يتم بفضل الله انباته. وطبعا هنا برضك مسمدين دلوقتي حاليا العنبة برضك بنفس السماد يا جماعة، عشان السماد ده بفضل الله بيعمل زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا والرمان برضك متسمد حاليا. طبعا احنا دلوقتي هنقول لكم معلومة قيمة جدا. طبعا يا جماعة المعلومة بتاعتنا ان التسميد ده بيبقى بشكل مستمر بس على فترات. يعني انا النهاردة سميت، بعد 20 يوم مثلا، بعد 30 يوم بالظبط بسمد بنفس الجرعة. ليه بقى بسمد بنفس الجرعة؟ عشان بفضل الله كده تكون معايا زرعة ممتازة ومميزة جدا. احنا النهاردة سمدنا مثلا النهاردة 21، فطبعا هيبقى 21 الشهر الجاي ان شاء الله بنسمد بنفس الجرعة. ده بيدي معاك يعني احنا بإذن الله لما
تكبر معانا الطماطم. بعد التسميد بقى بتبقى شكل تاني. ان شاء الله انزل لكم فيديو الطماطم بعد التسميد. هتبصوا يعني بالظبط اسبوع كده، 15 يوم ان شاء الله، هي 15 يوم هتبصوا تلاقوا معانا فرقت كتير قوي بعد التسميد للطماطم والخضروات اللي عندنا. وطبعا ده الفيديو بتاعنا. وطبعا زي ما قلت لكم ادي التسميد بتاعنا، وده متوفر في اي مكان، في اي جمعية زراعية او اي مكان بيبيع حبوب زراعة. فطبعا انا اسف للاطالة، وفضلا وليس امرا اذا استفدتم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.